فاللي بيفرق حد عن حد، هنقول مثلا الفيديو ده جاب 100 مشاهده، هتلاقي 10 بس هم اللي ابتدوا يطبقوا الموضوع ده، وكمان نصهم 5 منهم هيقعوا في نص الطريق، 5 بس اللي هيكملوا. انت راجل دخلت الفيديو ده عشان انت بتقول سنه 2024 دي هتبقى سنه التغيير بالنسبه لي، وهبتدي اتعلم ماركتنج بقى وابقى جامد فيه والكلام ده كله. اتمنى جدا ان حضرتك تفضل مكمل السنه بنفس الحماس ده. فتعالى بقى دلوقتي اقول لك، لو انا هبتدي اتعلم ماركتنج من الاول هتبتدي ازاي وتعمل ايه والخطوات دي كلها. فيلا بينا على اول حاجه. اول حاجه اصلا انت ليه تتعلم ماركتنج وليه تختار مجال الماركتنج ككارير بالنسبه لك تقدر تشتغل فيه لمده 20 30 40 سنه لقدام. احنا دلوقتي مصنع لابتوبات، بنصنع لابتوبات وعايزين بقى ايه نبيع اللابتوبات دي. احنا عندنا بتاع 100,000 لابتوب وعايزين نقدر نبتدي نبيعهم لناس زي وزيك والكلام ده كله. طب هنعمل ايه وازاي والكلام ده كله؟ هنجيب حد بتاع تسويق بتاع ماركتنج عشان يسوق لنا المنتجات اللي هي اللابتوبات دي للناس عامه، والناس تبتدي تقعد تشتريه وكل الكلام ده. فالتركه هنا بقى ان الناس هتقدر تقعد تشتري طول حياتها، طول الايام اللي جايه، طول السنين اللي جايه الناس هتقدر تقعد تشتري. فحته الماركتنج دي حاجه مهمه جدا، سواء انت عايز تبني شركتك او انت تشتغل في شركه، فانت كده كده هتلاقي وظيفه. بس هتلاقي وظيفه ازاي بقى وكل الناس دي بتنافسك وكل الناس عايزه تتعلم ماركتنج وكل الكلام ده؟ عن طريق ان انت تكون فاهم ماركتنج صح وتتاسس صح. طب هتاسس ازاي؟ يلا بينا يا عم نتكلم على اول نقطه، ان انت هتتاسس ازاي فيها. الماركتنج كبير جدا وفي حاجات كتير جدا زي الاس اي او اللي هي سيرش انجن اوبتمايزيشن، والاس اي ام سيرش انجن ماركتنج، طب الكوبي رايتنج، طب الكونتنت رايتنج، طب الايميل ماركتنج. طب هنعمل ايه في كل الكلام ده؟ هتعلم ايه؟ انا مش عارف لسه اتعلم ايه وايه كل الحاجات دي يا عم معتز، انت هتوجع دماغي ولا ايه؟ هقول لك بقى هي التركايه هنا، ان انت لازم تختار مجال من دول وتبتدي تتعلمه، عشان كل دي شغلانه. يعني الاس اي او ده شغلانه راجل لوحده، واحد بيعمل ايميل ماركتنج وكوبي رايتنج ده شغلانه لوحدها، مش عارف واحد بيعمل ادز ده شغلانه لوحده، كل حاجه شغلانه لوحده. فانا هتعلم ايه يا معتز من الحاجات دي؟ انا مش هقدر اقول لك، انت اللي هتقول لنفسك. طب هتعرف الحاجات دي ازاي؟ عن طريق بقى ان انت تاخد بيزك انترودكشن عن الماركتنج عامه والديجيتال ماركتنج، وبيتكلم ايه فروعه دي كلها. لو انت عايز تعرف فروع عامه كلها ممكن تخش تشوف الفيديو ده انا عملته، ممكن يفهمك الحته دي. بس انت هنا لازم تختار فرع عشان تعرف تتخصص فيه، عشان تعرف تشتغل فيه. فانت لازم تشوف كورس معين او تشوف على النت الفروع دي كلها، وتخش تقعد تقرا على كل فرع وتشوف فيديوهات على كل فرع، بس ما تتعمقش في كل فرع قوي. وساعتها هتشوف مثلا في كل فرع تاخد معاك ساعتين مثلا، فانت تقول ده الاس اي او ده انا شفت له كده الفيديو والقرايه فانا حاسه هيبقى كويس، ولا الكوبي رايتنج حاسه هيبقى كويس، ولا مش عارف الكونتنت حاسه هيبقى كويس. حلو قوي، فانت جمعت لك 2 3 كده حاسسهم ان هم هيبقوا كويسين. فيلا نبتدي في اول حاجه بقى فيهم، حته مثلا انت هتقول ايه انا عايز اتعلم كونتنت رايتنج مثلا عشان اعرف اكتب، انا بحب الكتابه ومش عارف ايه والكلام ده. هتعلمها بقى ازاي؟ يجي بقى حته اللي احنا اصلا دماغنا بتتعلم ازاي. دماغنا بتتعلم عن طريق ان انت بتشوف حاجه معينه دخل الدماغ، عشان تحفظها لازم تعمل ايه؟ تقعد بقى تكتبها كتير وكل الكلام ده. بس الحته المميزه بقى اللي انت ايه، تروح تشرحها لحد. انت اتعلمت النهارده حاجه في الكونتنت مثلا، تروح تشرحها لحد من صحابك. مش هتلاقي عندك صحاب، تروح تشرحها لحد في المرايه لنفسك في المرايه، او تشوف كاميرا موبايلك وتقعد تشرح لنفسك وتقعد كانك بتكلم حد ومش عارف ايه. فساعتها تثبت في دماغك. مع التطبيق الماركتنج حاجات نظري كتير قوي، بس محتاجين بقى ايه اللي يقعد يطبق. فانت اتعلمت النهارده ازاي تكتب كونتنت عن طريق نظريه الايدا موديل، اللي هي العايده موديل ايا كان، يعني الاي اي دي اي. فانت اتعلمت النظريه دي، فانت محتاج بقى تقعد تطبق وتقعد تكتب شويه محتوى، ده اللي هيسميه البورتفوليو بتاعك لو انت بقى كوبي رايتنج او كونتنت رايتنج، بس مش عايزين نخش في التفاصيل دلوقتي. فانت تقعد تكتب وتقعد تجرب. عايز اكتب اعلان لشركه نوكيا، عايز اكتب اعلان لشركه ابل، عايز اكتب اعلان لشركه بيبسي، مش عارف ايه تقعد تكتب وتقعد تجرب لوحدك كتير كده، تلاقي نفسك ايه ده، الله انا حاسس ان انا فهمت بقى الدنيا، فانا عايز اخش بقى على العملي قوي قوي قوي. فانت دلوقتي تنزل انترنشيب عشان انت دلوقتي عندك البيزكس وعايز تطبق، تقعد تطبق عملي. فانت تخش على جروبات الفيسبوك وتقعد تقول لهم يا جماعه انا بعمل 1 2 3، خدت كورسات في 1 2 3، ودي مثلا العارضه اعمالي اللي هي البورتفوليو، وحابب اشتغل في اي شركه ببلاش. تقعد تشتغل كده ببلاش ل6 شهور، بس في خلال 6 شهور دول انا عايزك تبقى احسن واحد في مجالك، من احسن الناس في مجالك، مش تبقى احسن واحد في مجالك بس، تبقى احسن الناس في مجالك. ازاي؟ عن طريق انت تاخد كورسات تاني على اليوتيوب مثلا، او تاخد كورس بفلوس. وكمان حته القرايه اللي الناس كلها منفضه لها دي، هي دي بقى اللي بتفرق ما بين واحد فاهم ومش فاهم. عشان انت ايه، كاني قلت لك انا في واحد اسمه فيليب كوتلر، ده الاب الروحي للتسويق، ده اجمد واحد في التسويق ومش عارف ايه وبتاع،
بس الراجل ده مات مثلا. فانت هتقول لي طب انا عايز اتعلم منه، بس الراجل ده مات، بس ساب لنا بقى شويه الكنوز بتاعته، ساب لنا الكتب مثلا بتاعته اللي تقدر تقعد تقراها وتقعد تتعلم من الراجل الجامد ده في الكتب، ورحلته بقى في التسويق وكل الكلام ده تتعلم منه في خلال الكتاب. فالكتب مهمه جدا يا جدعان والله العظيم في اي حاجه، مش في التسويق بس. فانت في خلال 6 شهور عمال تطبق عملي مع الشركه اللي انت نزلت فيها، وكمان بتاخد حاجات نظريات في الكتب وتروح تقعد تطبقها. حسيت بقى نفسك بقيت جامد وكده، فالشركه تقعد تقول لك بقول لك احنا هنبتدي نديك مرتب يا سيدي وتبتدي تشتغل معانا، وكل سنه وانت طيب. 2024 بقت سنتك الجامده جدا في الماركتنج ودخلت المجال. وكمان عامه الفيديو ده مش للماركتنج بس، ده عامه ممكن ينفع في اي حاجه. بتاع تتعلم برمجه، ديزاين، كل الكلام ده. انت بتختار المجال وتبتدي تقعد تفصصه وتقعد تقسمه لشويه حاجات، وتختار حاجه معينه دي اللي انت هتتخصص فيها، وتبتدي تذاكرها جدا، وتبتدي تنزل تدريب ليها، وتبتدي تشتغل فيها وتاخد فلوس وكل الكلام. وبس يا سيدي، هو ده الفيديو. بس اخر حاجه بحب اقولها لك ان انت شفت فيديوهات زي دي كتير قوي، وكلنا عارفين ممكن يكون الكلام ده، بس مش عارف ليه مش بنتحرك كده وبنعملها وبنطبق والكلام ده. فاللي بيفرق حد عن حد، هنقول مثلا الفيديو ده جاب 100 مشاهده، هتلاقي 10 بس هم اللي ابتدوا يطبقوا الموضوع ده، وكمان نصهم 5 منهم هيقعوا في نص الطريق، 5 بس اللي هيكملوا. هي فكره كده ان هو ناس كتير بتتفرج على فيديوهات، كلنا بنتفرج على فيديوهات على اليوتيوب، بنقعد نتحمس في اول السنه او عامه في اي وقت، بس مش بنكمل. بس مش بنعمل كده، بنتلهي بقى في الحياه ومش عارف ايه. فعايزك تفكر نفسك بعد 5 سنين، انت لو بدات دلوقتي بعد 5 سنين تبقى عامل ازاي؟ تبقى ماسك مدير تسويق في شركه كبيره، ولا لو ما بداتش هتفضل قاعد كده وتشوف فيديو ازاي تغير حياتك في 2029 وكل الكلام ده؟ فليه ما تبدا من دلوقتي؟